اكبر بغريره في الجزائر، بغريره كبيره على راسك. انا عماه بوصفه ناجحه مليار بالمية. تما اذا ما نجحتكش هذه الوصفه اديفو فيك سيداتي. هيا نبداو. 4 كيسان تاع ماء دافي و3 كيسان سميد رطب، وبعد عندنا مغرفه كبيره تاع السكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز ومغرفه صغيره تاع الملح. وهذه للناس اللي يقول لك بعدوا الملح على الخميره، ياك حيتخلط كلش. لا المهم نقولوا الوصفه ساشي تاع ليفر شيميك ولافاني، ونزيدوا الماء تاعنا اللي يكون دافي، ومن بعد نميكسيو كلش بالبراميكسور واحد 5 دقائق هكذا حتى تجانس مليح هذيك لاباري تولي منسجمه، ومن بعد يبداو يخرجوا واحد النباب اللي يجوا تقال هكذا. هنايا حبسوا دوكا غطوها بسلوفان، خلوها تخمر وتريح 15 دقيقه. في هذاك الوقت نكونوا سخنا المقله تاعنا ونبداو نطيبوهم على نار اللي تكون متوسطه رايحه للقويه، باسكو لو كانت تكون ناقصه ما راحش تتقبلكم كامل هكذا سخونين. نديروا لهم زيت ولا زبده ولا عسل كيما تحبوا. انا حبيت نبدل شويه، راح ندير كراميل طوفي من عند طوبي بزاف بنين، كيما بالكم كراميل طوفي يجي فيه شويه الكو هذاك تاع الزبده، وانا راح نزيد لهم شويه تاع الجوز كومبو ولا اروع. انا نقول لكم غير حطوا الوصفه هذه للناس ماشي مالفيه يخرج لكم البغرير، وقولوا لي في لي كومونتير شنو هي الوصفه اللي جامي تخرج لكم وانا نسي نديرها المره الجايه. وبصحتكم.